عميد البلد، الاتحاد فخر البلد، و كلنا اتحاديين يا اخوي. بس لازم نقول الحقيقة، لازم نقول الحقيقة يا اخي. الهلال افضل، عميد الوطن طارق. بس نقول الحقيقة لأننا عمدة، لأننا اتحادية، لازم نقول الحقيقة. لازم. أنت عميد البلد وهذا زعيم البلد. هل قال شيء غلط؟ هل الاتحاد عنده فضية عالم خزينته؟ لا. هل وصل ربع نهائي كأس العالم؟ لا. أنا أب لازم أصير صادق. أنت أكثر منه دوري؟ لا. أكثر منه تحقيق كأس الملك؟ لا. أكثر منه تحقيق كأس ولي العهد؟ لا. أكثر منه تحقيق كأس فيصل؟ لا. أكثر منه تحقيق آسيا؟ لا. أكذب؟ أمشي معكم بالدرب؟ يا أخوي كذا ما أحترم نفسي أنا، والله ما أحترم نفسي. تحكيم ما هو بتحكيم، ما لي علاقة، ما لي علاقة يا أخوي. أكثر منك. هل التحكيم جاب له وصافة العالم؟ لا. هل التحكيم قال للنصر نخ بنهاية كأس الملك؟ لا. هل التحكيم قال الحجازي سجل هدف بنص نهائي كأس الملك على مرمى قروهي؟ لا. ما له علاقة. ما له علاقة. هل الوحدة بنهائي كأس الملك قال للبليهي تعلق باخر دقيقة؟ لا. هل النصر قال الجحفلي باخر دقيقة سجل هدف؟ لا. ما له علاقة. ما راح أطبل زيكم على غلط. وصافة العالم ترى العين جاب. طيب ورا ما جاب الاتحاد، ورا ما جاب الاهلي، ورا ما الحين انت تتغنى بالعين وهو غريب. ليش ما تتغنى من باب اولى الفريق بلدك؟ تو انت تقول الاتحاد عميد كذا وكذا وكذا، ليش ما تغنيت بالاتحاد وقلت عنده وصافة؟ ليه؟ هالعين عنده وصافة انت ما عندك، بتجيبوا الكلام لنفسيكوا ليه؟ ليه؟ والله ليه يا شباب؟ الواحد إذا مدح الهلال تسبونه، تخطون عليه. ليه؟ ليه تخطي علي وأنا أقول الحقائق؟ أكذب؟ الحكم طلع كولابالي وطلع البليهي بالنهاية أمام النصر، ما قدر يفوز. والأهلي بالسوبر ما قدر يحافظ على نتيجة 1-0. متروفيتش براسه وصفاره بالحكم مثل ما الحكم، وفاز عليك بالبلنتيات. انت تقول ما قدر الهلال يحافظ على الثلاثة، انت بعد ما قدرت تحافظ على هدف. غلط. ما له علاقة الهلال بالفريق المصري اللي قبل شوي دق الاهلي، دق برضه والجماهير، ما له علاقة، ما له علاقة. حاجني بكلامي، حاجني كلامي فيه غلط مو حقيقة. روح الجوجل، روح الجوجل. أنت كفو تفوز على الوداد، كفو تفوز على فلامينغو، كفو تحرج ريال مدريد وتعادل معاه، كفو تقصي السيتي. لا، ما أنت كفو. ما فزت على فريق مصري قبل شوي، والاتحاد فاز عليه الأهلي المصري 3، والنصر مقصيها التعاون من كأس الملك. شباب لا نضحك على انفسنا، والله العظيم والله انه يغرد خارج السر. شوف الامكانيات اللي توفرت للنادي الاهلي، شوف الامكانيات. الارض مهدوها للاهلي، والمدرج حتى الحاج زلمني كنسلوه لاجل مدرجهم، وعند كم لاعب اجنبي الى هنا، وشوف كواليتي المحليين اللي عندهم الى هنا، ومدرب قبل 3-4 ايام حاطين له تيفو. ما قصروا. الصندوق عطى الاهلي اللي ما قدر يعطيه خالد بن عبد الله والرموز كله من اسسه الاهلي الى يوم، ما عطوهم اللي عطاهم الصندوق. في ذمتي ضرب
عضو شرف بالاهلي صاحب سمو ملكي قدر يسوي اللي سواه الصندوق مع الاهلي؟ ما قدر، ما يقدرون، والله ما يقدرون. ونعم بتاريخه، ونعم بتاريخه، ما اقول بتاريخه شيء، انا اقول الفتره اللي صاعد فيها من الدرجه الاولى لا ممتاز، استحوذ عليه الصندوق في زعله، توقيت حلو، اعطاه التدابير الوقتيه. كل اصحاب السمو الملكي اللي يحبون الاهلي والصفات الاعتباريه ما تقدر بعد الصعود تشكل هالتيم هذا، ما تقدر. تيم جبار، عناصر خرافيه. انزو هذا مرتين انزاقي مع الانتر يفاوضوا مرتين.